ازيكم يا باشمهندسين، عاملين ايه؟ الاخبار؟ النهارده هنتكلم على الروت لوكس. طبعا زي ما احنا ما خدنا في اللينير كنترول وعرفنا ان الروت لوكس ده هو يعتبر وصف للكنترول سيستم عندنا، وكمان هناخد معاه الكومبنسيشن اللي هو لو عايز مثلا الروت لوكس بتاعي يمر بنقطه معينه اقدر اخليه يمر عن طريق النقطه دي ازاي. فاول حاجه خلينا نتكلم على الروت لوكس. فاحنا لو عايزين نوصف الكنترول سيستم بتاعنا، اول حاجه دي بتكون البلس ترانسفير فانكشن. فاحنا اهم حاجه بنهتم بمعادله المقام اللي هي الكلوز لوب ترانسفير فانكشن، ودي الاوبن لوب بلس ترانسفير فانكشن، دي برضو مهمه جدا. يبقى احنا عندنا معادله المقام هي اللي بنستخدمها في كل حاجه. طيب خلونا نرجع للخطوه دي بعدين. اول حاجه عشان نقدر نرسم الروت لوكس، فاحنا زي ما قلنا لكم عايزين معادله المقام. فلو هو ادالنا الايكويشن او ما ادالناش الايكويشن بتاعتها دايركت، فاحنا لازم نجيبها باي طريقه. تاني خطوه ان احنا خلاص جبنا الاوبن لوب بقى بلس ترانسفير فانكشن اللي هي الجزء دي او الجزء ده، فاحنا لازم نجيب الزيروز والبولز بتاعتها، عشان دي هتكون الزيروز والبولز بتاع السيستم بتاعنا في الرسمه بتاعتنا. وطبعا الان هو نمبر اوف البولز والام هو نمبر اوف الزيروز. طيب تالت حاجه محتاجين نعرفها وهي البريك اواي والبريكنج بوينتس. دي النقط مثلا زي الرسمه دي بتكون مثلا ممكن تكون نقطه هنا او بتكون نقطه هنا. النقطه دي بيتلاقى فيها دي البريك اواي بوينت، نقطه بيتلاقى فيها 2 بول، تمام؟ والاتنين بول دول بيمشوا في باص معين عشان يوصلوا لزيرو معين. فمثلا البول ده والبول ده مشيوا بالطريقه دي، في بول منهم هيروح للزيرو وفي بول منهم هيروح للزيرو اللي عند الانفينيتي. يبقى احنا كده اتعلمنا من الجزئيه دي كذا حاجه، ان لو عندي 2 بولز والاتنين الروت لوكس بتاعهم هيلتقوا في نفس النقطه فهي اسمها بريك ان بوينتس، او بريك اواي بوينت. تمام؟ بريك اواي بوينت دي وظيفتها ان في 2 بول بيعدوا عليها عشان يخرجوا ويروحوا ناحيه الزيروز. فاحنا هنا عندنا زيرو واحد اهو، وعندنا 2 بولز، فكل البولز لازم تروح للزيروز. طيب انا عندي زيرو واحد، يبقى البول الثاني هيروح للزيرو اللي عند الانفينيتي. طيب احنا ازاي بنجيب البريك اواي والبريكنج بوينتس؟ قال لك اطلع بقى في الايكويشن دي. مش احنا عارفين ان الواحد زائد الجي اتش اوف زد بتساوي زيرو؟ الاف اوف زد دي اللي هي جي اتش اوف زد بتساوي زيرو. قال لك طب الاف اوف زد دي بتساوي كي في بسطه على مقام، تمام؟ قال لك يبقى احنا عايزين نجيب الكي دي في طرف لوحده. فهتجيبها ازاي؟ هتودي الواحد الناحيه الثانيه اشاره مخالفه، يبقى هيبقى لنا ايه؟ هيبقى لنا كي في البي اوف الزد على الاي اوف الزد. الكلام ده بيساوي ايه؟ بيساوي نيجاتيف 1. طيب يبقى انا لو عايز اجيب الكي، يبقى لو عايز اجيب الكي هتساوي نيجاتيف الاي اوف الزد على البي اوف الزد. يبقى احنا هنا عرفنا الايكويشن دي جت منين، تمام؟ طيب انا نصيحتي ليكم يعني ما تستخدموش الاختصار ده على طول، الاحسن هاتوها كده. ليه؟ لان مثلا ممكن يبقى مره في ايكويشن ما تكونش في كي هنا لوحدها، ممكن تكون مضروبه في 0.357 مثلا، اي رقم مضروبه في اي رقم. فلو انت جبت البسط او قصدي المقام فوق والبسط تحت بس، يبقى انت هنا عملت نجلكت للرقم ده، فالارقام كلها تطلع معاك غلط. يا اما تجيبها بالطريقه الاساسيه اللي هي زي ما احنا ما عملنا هنا، يا اما تاخد بالك لو اي حاجه او اي رقم او اي شيء مضروب، اي فاريبل مضروب في الكي، فاحنا ايه؟ نقوم حاطين الفاريبل ده هنا كده نضربه في المقام، تمام؟ طيب خلاص جبنا الزد في طرف لوحدها، قال لك اشتق بالنسبه للزد. يبقى جبنا قصدي الكي في طرف لوحدها، يبقى نشتق بالنسبه للزد، وبعد ما نشتق بالنسبه للزد هنساويها بزيرو. لما نساويها بزيرو ايه اللي هيحصل؟ هيطلع لك زد بتساوي وزد بتساوي على حسب بقى الاوردر بتاع الايكويشن، عندنا 2 زد 3 زد وهكذا. بس هي النقط دي هي البريك ان والبريك اواي بوينتس. طيب عندنا هنا لازم ناخد بالنا من حاجه، ان مثلا ممكن يطلع لنا نقط مثلا -3 و 2.7 مثلا. قال لك
ممكن يكون النقط اللي طالعه دي في منها بريك اواي وبريكنج بوينتس، وفي ممكن ما يكونش او ما تنفعش اصلا، هي نوت فاليد ان هي تنفع تكون بريك اواي او بريكنج. قال لك طب تتاكد ازاي ان النقطه دي معانا والنقطه دي معانا؟ قال لك عندنا طريقه. قال لك ارجع للايكويشن دي، تمام، سواء جبناها بالطريقه دي او جبناها بالطريقه العاديه في الاول. قال لك عوض هنا، ما دي ايكويشن بوست ايكويشن اوف زد والمقام ايكويشن اوف زد. هات قيمه الكي، لو الكي اكبر من الزيرو يعني بوزيتيف ريل نمبر، بوزيتيف ريل نمبر، تمام، يبقى احنا كده النقطه دي بريك ان بوينت او بريك اواي بوينت. يبقى احنا الشرط عندنا عشان نتاكد ان البوينتس اللي طلعت معانا دي بوينتس فاليد، يبقى لازم نطلع نجيب قيمه الكي، والكي لازم تكون اكبر من الزيرو، تمام، ما ينفعش تبقى imaginary وما ينفعش تبقى بالسالب. طيب عندنا هنا بقى كيس سبيشال كيس في الروت لوكس، والسبيشال كيس دي بتتكلم ان احنا لو عندنا 2 بولز و 1 0. قال لك الروت لوكس لو انا عندي 1 0 اهو و2 بولز اهم، قال لك يبقى في الكيس دي رسمه الروت لوكس هتبقى سيركل. يبقى رسمه الروت لوكس هتبقى سيركل، دايره زي ما انتم شايفين. طيب هعرف الدايره دي ارسمها ازاي؟ قال لك بكل بساطه الدايره دي المركز بتاعها هو الزيرو بتاعنا. يبقى الدايره دي المركز بتاعها هو الزيرو بتاعنا، مش الاوريجين، لا الزيرو بتاعنا. على حسب الزيرو بتاعنا فين، يبقى السنتر بتاع الدايره دي هو الزيرو بتاعنا. طيب والراديوس، طبعا معلش لو الدايره مش مرسومه بيرفكت يعني الشكل الزيرو مش في السنتر بتاعنا. قال لك الراديوس بكل بساطه هو المسافه ما بين الزيرو ده او سنتر الدايره والبريك ان او البريك اواي بوينت. يعني مثلا المسافه دي هي الراديوس او المسافه دي. احنا عندنا في الرسمه دي في بريك ان وبريك اواي، دي البريك اواي ودي البريك ان. فقال لك يبقى الراديوس المسافه ما بين السنتر واي واحده فيهم هي. طبعا برضه نعتذر عشان الرسمه مش شكلها مش مظبوط قوي، تمام. وزي ما قلنا ان السنتر بتاعها هو الزيرو، يبقى الكيس دي لازم نكون عارفينها كويس. طيب فاحنا هنا خلاص عرفنا ازاي نجيب البولز وازاي نجيب الزيروز، وعرفنا ازاي نجيب البريك ان والبريك اواي بوينتس، وشفنا السبيشال كيس. مختلفة شوية الخطوات لا يعني هي الخطوات مختلفة شوية، بس قانون البريك ان والبريك اواي بوينت هو يعني هنجيب الكي ونشتق بالنسبة للكي ونسويها بالصفر، تمام. نتاكد منين ان دي بريك اواي وبريك ان بوينت؟ بعد ما نطلع لنا قيم للزد، تمام، هنقوم راجعين نعمل ايه زي اللينير، نرجع نعوض ونجيب الكي عشان تبقى القيمه بتاعت البريك ان والبريك اواي فاليد تبقى كي لازم تكون بكام؟ ريل بوزيتيف نمبر. يبقى اي رقم اكبر من الزيرو، ما ينفعش تكون ايماجينري وما ينفعش تكون نيجاتيف، تمام. طيب قال لك هنا بقى لو هو طلب منك انك تجيب قيمه كي عند اي نقطه، لو هو مديك نقطه او انت جبت نقطه وعايز تجيب عندها قيمه الكي، قال لك عندنا طريقتين. الطريقتين هشرحها لكم، بس اقول لهم تستخدموا طريقه والثانيه لا. طيب الطريقه الاولانيه اللي احنا مش هنستخدمها هي من الرسمه بتاعتنا. طبعا في بوينت لازم تعرفوها كويس جدا، ان رسمه الروت لوكس لازم تكون مظبوطه، يعني ترسمها بسكيل، لو الارقام طلعت معاك صغيره تكبرها، او لو طلعت كبيره جدا تصغرها، وتبقى عارف السكيل اللي معاك كام عشان هتستخدمه، تمام. فلازم تكون الرسمه دقيقه، وبالذات لو هتستخدم الطريقه دي لازم طبعا يكون الدايره برده مفتوحه مظبوط عند سنتر مظبوط والراديوس بتاعها مظبوط. فلازم بقى برجل ومسطره وكده وتقيس بالظبط، تمام. طيب قال لك تجيب قيمه الكي عند اي نقطه ازاي؟ قال لك ارسم النقطه بتاعتك مثلا اهي في ثانيه، مثلا النقطه بتاعتك اهي وعندنا الريل اكسس اهو مثلا، تمام. قال لك ان مثلا عندك بول ده وبول اهو وعندك زيرو اهو، تمام. قال لك انت عايز تجيب الكي،
قال لك بكل بساطه من البوينت بتاعتك وصل لكل البولز وكل الزيروز، تمام، وجيب المسافه بالمسطره، قيسها بالمسطره. خلاص عرفت، بس طبعا زي ما احنا ما قلنا لازم تكون ايه رسمه مظبوطه 100%. طيب بعد ما تقيسهم بالمسطره قال لك هتروح تضرب لي الكي هتساوي حاصل ضرب اطوال البولز، يعني الطول ده او واحد والطول ده، وعليكم السلام ورحمه الله، حاصل ضرب اطوال البولز على حاصل ضرب اطوال الزيروز. يبقى انا عندي الزيرو اهو، يبقى الطول بتاعه ده، بس كده بكل بساطه. طيب هنستخدم الطريقه دي؟ يستحسن لا، رسمتنا ممكن تكون شكلها صح بس الاطوال غلط فتطلع لنا كي بعيد، تمام. طبعا الاطوال لازم تكون بالبوزيتيف يا شباب، اوكي، ما ينفعش نحط اطوال بالنيجاتيف. طيب في هنا اتنين نوت مهمين جدا. قال لك لو هتستخدم الطريقه دي فانت لازم لو عندك في الكي زي ما انا ما شرحت لكم فوق في الجزئيه دي، لما قلت لك ان الكي ممكن تكون مضروبه في اي رقم هنا 5 كي مثلا، يبقى قال لك لازم تخلي بالك لو الكي مضروبه في 5 في القانون ده، تمام، يبقى تقسم على 5 هنا، ما تنساهاش. يبقى انت بتجيب الكي نفسها، تمام، عشان ده قانون تم اختصاره على اساس ايه؟ على اساس ان مفيش حاجه مضروبه في الكي، تمام. فانت لو لقيت في الايكويشن بتاعتك كي مضروبه في حاجه يبقى لازم تقسم عليها، او مثلا تاخد دي كده كلها لو مضروبه في 6 حاجات ولا حاجه سميها كي داش، تمام. يبقى هنا وانا بجيب الكي دي مش دي الكي، دي الكي داش، وانت عارف بقى ان الكي داش بتساوي ايه؟ 5 كي، صح كده؟ فهتلاقيها برضه بتقسم على 5. طيب قال لك ايه الملحوظه الثانيه؟ قال لك لو انت راسم بسكيل، يعني مثلا انت القيم دي ضارب في 3 مثلا، تمام، قال لك يبقى لازم مثلا جبت الطول ده وجبت الطول ده وجبت الطول ده، يبقى انت لازم وانت بتعوض تقسم هنا على 3 وتقسم هنا على 3 وتقسم هنا على 3. فهمتوا الفكره؟ ما انا راسم بسكيل، يعني مثلا المسافه، مثلا البول ده مسافته كانت ايه؟ ربع، فانا مش هعرف ارسم ربع على الاله فاضربها في 4، يبقى انا عامل سكيل 4، فدي بقت بالنسبه لي ايه؟ 1. ده مثلا كان عند نص في 4 بكام؟ ب2، فنص في 4 في 2، تمام. لما تيجي تجيب دي هتبقى ارقام يعني سهله معاك، مثلا ممكن يبقى الطول ده 1.5، تمام. طب انت عامل سكيل فلازم تشيل السكيل ده، يبقى هتعمل ايه؟ انت ضربت في 4 يبقى تقسم على 4 هنا. تمام. ما مشيناش بعيد يا شباب، احنا كل اللي عملناه بنجيب الاوبن لوب بالس ترانسفير فانكشن، اتكلمنا ان احنا بنجيب البولز والزيروز عادي جدا، وطبعا من اللينير كنترول اكيد فاكرين كنتوا بتجيبوا الكي ازاي؟ بتجيب الكي بعدين قصدي البريك ان والبريك اواي بوينتس، كنت بتجيب الكي في ناحيه لوحدها وبعدين تجيب مشتقه الكي بالنسبه للاس، ده كان في اللينير. هنا هنجيبها بالنسبه للزد بس وتساويها بالصفر، هيطلع لك نقط، يبقى دي البريك ان والبريك اواي. طب تتاكد ان هم فاليد ازاي؟ لازم تاخد بقى قيمه النقط دي، تمام، وتطلع تعوض في معادله الكي. لو طلعت الكي تجيب الكي يعني اكبر من الزيرو يبقى انت النقط دي معاك فاليد، اصغر من الزيرو او ايماجينري يبقى النقط دي مش بريك اواي ولا بريك ان بوينتس. وبالنسبه للرسم برضه لازم كل حاجه، لازم الرسمه تكون دقيقه. في رسمة ايه؟ رسمة اللي هي البارد، هو ده قش يعني هنا في مشكلة ان في طريقة حل باستخدام الرسمة، تمام. ما دي اللي انا كنت بشرحها وقلت ما تستخدموهاش عشان لازم الرسمة تكون دقيقة، تمام. فلو هتستخدموا الطريقة دي لازم ترسموا مظبوط، يعني مش الدكتور مش محتاج يقول لكم استخدموا ولا لا. طيب ممكن تكنسلوا عادي جدا الطريقة دي، سيبوها خالص، وممكن تستخدموا الطريقه الماثيماتيكلي هتطلع لكم النقطه بالظبط. طيب الطريقه دي ازاي؟ قال لك انت عارف نقط البولز عندك والزيروز، يعني مثلا عندك الزيروز مثلا الزد بتساوي -1 والبولز عند الزد بتساوي 1 والزد بتساوي نص. قال لك ماشي، قال لك تعمل ايه عشان تجيب الكي بتاعتك؟ قال لك الواحد على كي بتساوي ايه بقى؟
زد ناقص البول الاولاني في زد ناقص البول الثاني على زد ناقص، او قصدي اسف، ده زد ناقص زيرو الاولاني في زد ناقص زيرو الثاني على زد ناقص البول الاولاني في زد ناقص البول الثاني. تمام. نفترض ان انت ما عندكش زي هنا مثلا عندك 0 1 وعندك ايه 2 بولز، يبقى عادي الغي واحده، يبقى على حسب البولز والزيروز اللي عندك. تمام. طيب يبقى انت هتعوض عن الزد 1 والزد 2 او البي 1 والبي 2 بالارقام دي اللي هو رقم البولز ورقم الزيروز. تمام كده سهله. طيب الزد بقى دي هتعوض عنها بايه؟ مش هو قال لك عايز الكي عند بوينت كذا، هي حط البوينت دي، هقول لك هات لي الكي عند الزد بتساوي 3 مثلا، يبقى هتحط ايه؟ كل زد هتشيلها وتحط مكانها 3. طيب لو اداك بقى نقطة ايماجينري مثلا الزد بتساوي 5 بلس 2 جي ايا كانت النقطة، قال لك برضه عوض النقطة ايماجينري عادي جدا، بس في الاخر هتعمل لي ايه؟ تجيب لي الماجنتيود. عارفين طبعا الماجنتيود ازاي صح؟ سكوير روت للريل سكوير بلس الايماجينري سكوير. تمام. دي هتطلع لك النقطه بالظبط، لا بقى هتحتاج تستخدم منقله ولا برجل ولا تتعب نفسك في الرسم اكتر، يعني دي اسهل بكتير. سهله؟ في اي مشكله؟ طيب. لا. طيب هنتكلم بقى، هيبقى احنا كده خلصنا الروت لوكس. نتكلم بقى ايه لسه هنحل، لسه هناخد امثله. هنتكلم بقى على خطوات ازاي نديزاين ديجيتال كنترولر او كومبنسيتور في اللينير كنترول. طيب قال لك طبعا هو كمعلومه ان الديجيتال كنترولر ده بيمبروف الترانزيانت ريسبونس. تمام. طيب انواع الكنترولرز ايه؟ قال لك في نوع ثابت هنستخدمه الا لو هو قال لنا نوعه ايه. تمام. فالانواع دي اللي ممكن يقول لنا هي ايه. الثابت هقولها لكم كمان قدام شويه. طيب عندك يا اما بي كنترولر يا اما بي دي. لو في حاله البي دي كنترولر لازم تعرف ان البي دي كنترولر هو ليد كومبنسيتور، دي حفظ لازم تكونوا عارفينها. تمام. طيب في حاله البي اي كنترولر لازم يكون لاج كومبنسيتور، برضه حفظ. تمام. في حاله البي اي دي كنترولر هو ليد لاج كومبنسيتور. طيب الترانسفير فانكشن بقى بتاعت الكنترولرز دي ايه؟ البي كنترولر هي كي بي. طبعا الترانسفير فانكشن اللي هي ايه؟ الجي دي اوف الزد، واضحه؟ اللي هنضربها في الجي اوف الزد بعدين. تمام. طيب بالنسبه للبي دي كنترولر قال لك ده عباره عن بي كنترولر اللي هي كانت الترانسفير فانكشن بتاعه ايه؟ بي كي بي، يبقى كي بي زائد الدي كنترولر. الدي كنترولر الترانسفير فانكشن بتاعتها ايه؟ كي دي في 1 ناقص زد باور نيجاتيف 1. ولازم نخلي بالنا ان ده ليد كنترولر او ليد كومبنسيتور. تمام. طب هنستفاد ايه من الليد؟ الليد معناها ايه؟ معناها ان انا الزيرو عندي بيسبق البول. تمام. فاحنا هنجيب زاويه قدام شويه، فعشان نعرف هنتحرك يمين كده شمال او يمين لازم نكون عارفين نوع الكومبنسيتور بتاعنا. لو ليد يبقى الزيرو بيسبق البول، لو لاج يبقى العكس، البول قبل الزيرو. تمام كده. يبقى احنا لازم نعرف نوع الكومبنسيتور نفسه ليد ولا لاج. طيب بالنسبه للبي اي دي كنترولر هي البي كنترولر اللي هي ايه؟ كي بي، والدي كنترولر اللي هو كي دي في 1 ناقص زد باور نيجاتيف 1 بلس الاي كنترولر اللي هو كي اي في 1 على 1 ناقص زد باور نيجاتيف 1. تمام. طيب في معلومتين مهمين لازم نعرفهم برضو، ان لو قال لك عايز الكي بي البوزيشن كونستانت او الفيلوسيتي كونستانت يبقى لازم نعرف القوانين بتاعته. الكي بي هي ليميت زد تنس تو 1 للجي اتش اوف زد، والكي في ليميت زد تنس تو 1 بس 1 ناقص زد باور نيجاتيف 1 على التي في الجي اتش اوف الزد. تمام. طيب هل احنا كده خلصنا الكنترول الكومبنسيتور؟ لا، احنا بس عرفنا ايه الايكويشنز بتاع الكنترولر وانواعه. تمام. طيب قال لك بقى اصلا ايه الخطوات؟ قال لك لو هو ما قالكش نوع الكنترولر يبقى انت هتستخدم الايكويشن دي، الجي دي اوف الزد بتساوي كي دي، كي بتاعتنا اهي،
في زد ناقص الفا على زد ناقص بيتا، اللي هو كاننا بنضيف زيرو وبول، وما ننساش الجين. تمام؟ يبقى ده اللي هنستخدمه لو هو ما قالناش على نوع كنترولر معين. في اي مشكله؟ طيب قال لك هتعمل ايه عشان تعمل بقى كومبنسيشن؟ قال لك اول خطوه ان انت هتجيب الاوبن لوب ترانسفير فانكشن اللي هي الجي اتش اوف الزد، بعدين هتجيب البولز والزيروز بتاعتها عادي جدا. بعدين قال لك هتحسب البولز، البول الريكوايرد اللي السيستم بتاعك لازم يمر بيها. ما احنا بنعمل كومبنسيتور ليه؟ فاحنا زي ما قلنا مثلا الروت لوكاس بتاعي شكله كده، طيب انا عايزه يمر بالنقطه دي بالبول ده، فبالتالي انا لازم اعدل في السيستم بتاعي بحيث مثلا الروت لوكاس بتاعي يبقى شكله كده. تمام؟ فبالتالي انا لازم اجيب النقطه دي اصلا نفسها، فهو هيديني جيفنج يخليني اقدر اجيب النقطه دي. تمام؟ طيب يبقى احنا اول حاجه هنجيب الاوبن لوب ترانسفير فانكشن بتاع السيستم بتاعنا عادي، نجيب البولز والزيروز بتوعه، بعدين نجيب الريكوايرد بول اللي احنا عايزينه. تمام؟ طيب الريكوايرد بول بيتجاب ازاي؟ قال لك ليه ماجنتيود وليه انجل. ماجنتيود بيساوي ايه؟ اي باور نيجاتيف 2 باي في زيتا على سكوير روت 1 ناقص زيتا سكوير، كل ده مضروب في دبليو او اوميجا دي على اوميجا اس. تمام؟ طيب وبالنسبه للانجل هي لو بنجيبها ديجري 360 في اوميجا دي على اوميجا اس، طب لو هنجيبها راد يبقى 2 باي في اوميجا دي على الاوميجا اس. تمام كده؟ في اي حد عطلان في اي حاجه؟ طيب قال لك الاوميجا اس بقى لوحدها ليها قانون، هي بتساوي دي السامبلنج فريكوانسي 2 باي على التي سامبلنج تايم. تمام؟ طيب الاوميجا دي لا دي معروفه، اوميجا ان في سكوير روت لواحد ناقص زيتا سكوير. طيب قال لك في هنا مفهوم ممكن يقوله لك في اي وقت، لو قال لك النمبر اوف سامبلز لكل سايكل، قال لك دي بتساوي الاوميجا اس على الاوميجا دي، لازم نكون عارفين ده كويس جدا. نمبر اوف سامبلز لكل سايكل بيساوي ايه؟ اوميجا اس على الاوميجا دي. تمام؟ طيب هنا قال لك احنا خلاص عرفنا نجيب زاويه الزد او زاويه البول الريكوايرد، قال لك ممكن نجيبه بطريقه ثانيه بتساوي تي في اوميجا دي. طيب جت ازاي؟ قال لك شيل الاوميجا اس وعوض عنها، يبقى انت عندك مثلا هي دلوقتي كانت بتساوي ايه؟ اوميجا دي على الاوميجا اس. تمام؟ فاحنا هنشيل الاوميجا اس، يبقى الاوميجا دي اهي. تمام؟ وكان عندنا 360 اللي هي 2 باي، نشيل بقى الاوميجا اس نعوض مكانها بايه؟ 2 باي على التي، التي تحت يبقى نروح فوق عادي، يبقى ال 2 باي هتطير مع ال 2 باي هتبقى ايه؟ تي في اوميجا دي. عرفتوا القانون ده جه منين؟ طيب هو ما ينفعش اعوض على طول تي اوميجا دي؟ اعوض على طول، انا بقول لكم جاي منين بس، عايز تحفظه احفظه على طول. طيب اهم حاجه بقى عندنا عشان نديزاين كنترولر صح، يبقى لازم نجيب او نديزاين الكنترولر اصلا، يبقى لازم نجيب الفاي دي اسمها الانجل اوف ديفيشنسي. تمام؟ هي دي اصلا اللي بتخلي السيستم بتاعنا يمر بالبول. تمام؟ طيب دي بتساوي ايه؟ 180 زائد زوايا الزيروز، مجموع زوايا الزيروز ناقص مجموع زوايا البولز. طيب هنا بقى هنكون ايه؟ رسمين، يبقى لازم نرسم الرسمه بتاعتنا، وبالتالي هنعرف نجيب الايكويشن دي او نجيب الفاي دي. طيب طبعا هنشوف في مثال ازاي بنجيب كل الزوايا دي، سهله جدا ومفيهاش اي مشكله. طيب الخطوه اللي بعدها يبقى احنا تاني عملنا ايه في الاول؟ جبنا الاوبن لوب ترانسفير فانكشن بتاعتنا، بعدين جبنا الزيروز والبولز بتاعتنا، بعدين هنجيب الريكوايرد بول اللي لازم السيستم يمر بيه. بعد كده طبعا بالقوانين بتاعته اهي اللي احنا قعدنا نقول عليها، هنجيب الفاي دي اللي هي مثلا لو طلعت معانا بنيجاتيف 50 ديجري، يبقى انا لازم الكومبنسيتور بتاعي يديني افكت بوزيتيف 50 ديجري عشان يمر بالبول الجديد. طيب قال لك خلاص يبقى انت عرفت الفاي دي مهمه جدا. قال لك مش انت عارف ايكويشن الكنترولر اللي هي زد ناقص الفا على زد ناقص بيتا مضروبه في الكدي في الجن؟ قال لك بص الزيرو
حطه لاقرب بول قدامك، فيما معناه يعني انا مثلا عندي ده القاعده الخامسه. تعالوا هنا نرسم مثلا الرسمه بتاعتنا هنا، الزيرو اهو، وعندنا بول هنا وعندنا بول هنا، والريكوايرد بول اهو. تمام؟ قال لك ايه؟ قال لك الالفا اللي هو الزيرو بتاع الكنترولر بتاعنا اللي احنا هنضيفه، قال لك حطه او على الاقرب بول ليه. طيب فين اقرب بول ليه؟ اللي هو ده. بالنظر كده ده اقرب ولا ده اقرب؟ ده اقرب بالظبط. فهنقوم حاطين الزيرو بتاع الكنترولر بتاعنا على البول القديم بتاع السيستم بتاعنا. تمام؟ طيب بعدين يبقى احنا اقرب نقطه للريكوايرد بول، حطينا الزيرو على البول القديم. طيب قال لك بقى البيتا اللي هي ايه؟ اللي هي البول بقى بتاع الكنترولر. قال لك امشي الزاويه اللي انت جبتها فاي دي، يبقى امشي الفاي دي. تمام؟ طيب قال لك خلاص انت عندك دي الريكوايرد بول اهو، خلاص الزيرو عرفت مكانه فين. قال لك هتمشي من الزيرو ده الفاي دي. طب همشي يمين ولا شمال؟ قال لك بقى ايه؟ على حسب اللي احنا قلناه فوق، هل ده ليد كومبنسيتور ولا لاج كومبنسيتور؟ صح كده؟ يبقى لو ليد كومبنسيتور يبقى لازم الزيرو يكون ايه؟ قبل البول، يبقى البول لازم يكون ايه؟ على الشمال. يبقى انا همشي الزاويه من هنا اهي اللي هي الفاي دي يبقى شمال. طيب لو كان لاج كومبنسيتور فلازم ايه؟ البول بتاع الكنترولر بتاعي يكون قبل الزيرو. هو بيقول في المسألة ايه؟ إن هي دي ولا لا؟ لا بيقول في المسألة مش فاهم ازاي. طيب فين؟ هو ممكن يقول لك مثلا بي دي كنترولر او بي اي كنترولر. احنا عرفنا ان البي دي هو لاج والبي اي قصدي البي دي هي ليد والبي اي لاج. في كمان معلومه انا كاتبها فين؟ اهي انت استعجلت سنه. طيب لو هو ما قالكش هتعمل ايه؟ هتبص على الفاي دي، لو الفاي دي بوزيتيف يبقى ساعتها الكنترولر بتاعك هيبقى لاج. يبقى الفاي دي لو بوزيتيف يبقى الكنترولر بتاعك لاج. طيب الفاي دي لو نيجاتيف يبقى الكنترولر بتاعك ليد. تمام؟ مفهومه؟ قولي. رقم 6 تاني. رقم 6 تاني. يبقى احنا خلاص عارفين من الخطوات اللي فاتت البولز والزيروز بتاع السيستم. تمام؟ ادي دول بتوع السيستم، ده زيرو ودول بولز. تعالى بلون تاني. قال لك مش المفروض ان دي ايكويشن الكنترولر لو ما حددلكش انهي كنترولر بتاعك؟ طيب معناها هنا زد ناقص الفا على زد ناقص بيتا ان ده ايه؟ ده كده زيرو وده بول. طيب قال لك الزيرو بتاع الكنترولر. تمام؟ دي مثلا النقطه الريكوايرد. تمام؟ قال لك الزيرو بتاع الكنترولر لازم يكون عند اقرب بول للنقطه بتاعتي. يبقى دي النقطه بتاعتي، اقرب بول فين؟ اهو. يبقى هتحط الزيرو هنا. طب يبقى احنا كده جبنا الزيرو. طبعا دي عند مسافه معينه، يبقى خلاص احنا عرفنا الالفا، يبقى خلاص نقدر نعوض هنا في الايكويشن دي. تمام؟ طب البول، قال لك البول هتعمل ايه؟ قال لك هتوصل خلاص ما بين البول الريكوايرد بتاعك والزيرو الجديد بتاعك. تمام؟ وتمشي زاويه، انهي زاويه؟ فاي دي. طيب هتمشيها يمين ولا شمال؟ على حسب. لو ليد كومبنسيتور يبقى هنمشيها شمال، يبقى انا البول بتاعي لازم يكون شمال او بعد الزيرو. يبقى همشي كده زاويه فاي دي، بعد ما امشيها اقوم شادد خط كده. سهله؟ طيب لو كان لاج كومبنسيتور هبقى همشي الزاويه اهي بالمنقله كده واقوم ايه؟ موصل خط، وده هيبقى ايه؟ البول بتاعي. قلت منقلة صح؟ ما انت هتمشي زاويه يبقى لازم تبقى معاك منقله. هو ده اللي بحط عنه ده الاسم عنه؟ الايه؟ البول اللي هو الريكوايرد ده معنى قيمته؟
ما هو يا جيفن يا اما احنا بنجيبه، بيدينا مطالب بنجيب، قصدي جيفنز بنجيبه. تمام. في اي مشكله في شرح الروت لوكس والكومبنسيشن لغايه دلوقتي؟ حد عنده اي مشكله؟ طيب تعالوا نخش على اول سؤال. اول سؤال عايز نرسم بس الروت لوكس. يقول لك للسامبلنج بيريودز دي يا اما تي بتساوي 1 او 2 او 3 او 4. هنجيبها الواحده بس والمطلوبين التانيين هي بالظبط. تمام. طيب فهو مديك الجي اوف الاس بتاعتك هي بتاع البلانت والزيرو اوردر هولد. طيب فاحنا اول حاجه قلنا ايه؟ عايزين نجيب الاوبن لوب بالس ترانسفير فانكشن. يبقى احنا عايزين نجيب الجي اوف الزد ودي الجي اوف الاس، يبقى احنا لازم نحول دي لجي اوف الزد، صح كده؟ طيب هنحولها ازاي؟ لا دي حولناها 60 مره قبل كده. يبقى احنا عادي ده ايكويشن الزيرو اوردر هولدر ودي الايكويشن بتاعت البلانت بتاعنا. طيب قلنا الاي باور نيجاتيف تي اس بايه؟ بزد باور نيجاتيف 1. طيب والاس هتروح هنا. طيب يبقى احنا هنا 1 ناقص زد باور نيجاتيف 1 خلاص اهي. اس راحت هنا دي بقت اس سكوير. طيب نجيب لدي انفرس زد او نجيب لها قصدي الزد ترانسفورم. طيب هنجيب لها ازاي؟ بارشال فراكشن. طيب يبقى احنا عندنا الترم ده كده كله بيساوي ايه؟ هيساوي الاي على اول واحد اس سكوير بلس البي. المفروض هنا لو لقينا قوس سكوير مره هناخده كونستانت سكوير زي ما هو، ومره هناخده نفس الكونستانت بس من غير سكوير. تمام. يبقى على الاس بلس السي كونستانت جديد على الترم الاخير. تمام. الكلام ده طبعا بيساوي الترم بتاعنا الاساسي. طب هنضرب المعادله يمين وشمال في ايه؟ في دي اللي هي اس سكوير في اس بلس 1. طيب لما نضربها ايه اللي هيطلع لنا؟ هيطلع لنا الواحد. خلاص الترم طار من هنا. هيساوي ايه؟ هيساوي ايه؟ الاس سكوير هتطير. تمام. هيتبقى في اس بلس 1 بلس البي. هنا اس هتطير بس هيبقى لنا اس في اس بلس 1 بلس السي. هنا القوس ده اللي هيطير في الاس سكوير. تايهين لغايه هنا؟ في اي مشاكل؟ طيب قال لك ايه؟ عوض مره الاس بتساوي بالاصفار، طبعا اصفار المقامات دي. مره هتعوض الاس، ايه اللي يصفر ده؟ لما الاس تكون بزيرو والاس بتساوي ايه؟ ايه اللي هيصفر ده؟ اس بتساوي نيجاتيف 1. هتقدر تجيب منها 2 كونستانت مثلا البي والسي. تمام. طيب عايزين نجيب الكونستانت الاخير اللي هو الايه؟ قال لك عوض باي اس ثانيه. اس بتساوي مثلا 5 اي رقم وهيطلع لك اخر كونستانت. تمام. نعوض ولا عارفينها؟ عوض ولا عارفينها؟ ماشي. طيب يبقى احنا كده جبنا البي والسي والاي. يبقى احنا خلاص جبنا ان ده بعد البارشال فراكشن. طيب هنجيب الزد ترانسفورم ازاي؟ دي 1 على الاس سكوير، كان الزد الترانسفورم بتاعها تي زد على زد ناقص 1 الكل سكوير. من الجدول دي عارفينها. طبعا احنا الكي طبعا هتطلع بره. 1 ناقص زد باور نيجاتيف 1 هي الزد ناقص 1 على الزد. حد تايه يوقفني في اي وقت. طب الترانسفورم بتاع الواحد على الاس معروفه زد على الزد ناقص 1 وما ننساش الاشاره. طيب الترانسفورم بتاع الواحد على الاس بلس الواحد يبقى كانت زد على زد ناقص اي باور نيجاتيف اي تي. طيب احنا هل هنا هنعوض بالتي؟ لا. ليه؟ عشان هنا كان قايل لك مره احط التي ب1 ومره احط التي ب2 ومره احط التي ب4. يبقى احنا نعمل سمبليفاي للاخر بعدين كل مره نعوض بقى بالتي. يبقى احنا هنعوض بالتي في الاخر. طيب هنعمل سمبليفاي هنا ازاي؟ قال لك سهله. اضرب لي برضو عملناها قبل كده كتير. اضرب لي القوس ده في القوس الكبير ده كله. طب لما يتضرب هنا الزد هتطير مع الزد والزد ناقص 1 هتطير مع السكوير. يبقى تي اهي على زد ناقص 1. طيب لما يتضرب في الترم اللي بعده الترم كله هيطير. الزد هتطير مع الزد والزد ناقص 1 هتطير مع زد ناقص 1. هيبقى لي ايه؟ 1 وما ننساش الاشاره النيجاتيف. طيب لما اضربه هنا قال لك الزد دي هتطير مع الزد دي
طب هل دي هتطير مع حاجه؟ لا، يبقى الزد ناقص واحد فوق والمقام زي ما هو. تمام. طبعا الاي اللي هي واحد، فهي كان نيجاتيف اي تي، فنيجاتيف واحد في التي، فهي نيجاتيف تي عادي. صعبه لغايه هنا؟ طب هنقوم عاملين هنا ايه؟ موحدين المقامات. تمام. وحدوا الاثنين دول مثلا، بعد ما تعملوا لهم توحيد وحدوا الثالثه معاهم، او في طريقه معينه انكم توحدوا الثلاث مقامات مع بعض، دي نسيرش على يوتيوب. طيب بعد ما نوحد المقامات هيطلع ده شكلها، ده شكل الايكويشن. طيب ممكن كمان الاحسن انكم تضربوا، يعني تفكوا كل الاقواس. تمام. الاحسن انكم تفكوا كل الاقواس بس عادي كده وتعوض بالتي بقى خلاص. تمام. طب ليه بقول لكم تفكوا الاقواس؟ عشان تبقى اسهل معاكم بعدين. يعني ليه تفكوا الاقواس؟ هنا لما تعوض بالتي هتفك الاقواس وتختصر. طب هو قال لك عند تي بواحد وتي باتنين، يبقى انت هتفك الاقواس وتختصر مرتين. طب لو انت فكيت الاقواس كلها دلوقتي، ما انت فكيتها مره، ولما تعوض بالتي مش هتعمل حاجه، يبقى طلع معاك الناتج على طول. وانا لو عوضت دلوقتي تيم واحد هتكون كده هيحصل حاجه؟ ما انا لسه بقول لك اهو، لو عوضت دلوقتي هتعمل ايه؟ هتختصر تاني اهو، شايف في اختصار تاني اهو. فهمت الفكره؟ طب هو قال لك مره عند التي بواحد، ومره عند التي باتنين، ومره عند التي باربعه. طيب فانت بالتالي لو عوضت عند التي هنا باتنين بعدين، وانت جبت الايكويشن دي اخرك، هتقوم حاطط التي باربعه مثلا. تمام. فهتقوم مختصر تاني. فاهمني؟ يعني هتعمل اختصار مرتين. هنا انت لو اختصرت دي دلوقتي وجيت عوضت بالتي بواحد، يبقى خلاص طلع معاك الناتج على طول. لما تيجي تعوض التي باربعه بقى يطلع معاك الناتج على طول، مش هتختصر اكتر من مره. فهمت الفكره؟ بس. طيب هتفهم قدام برضه. بقى احنا هنا خلاص هنعوض التي بواحد، بقى نشيل كل تي ونحط مكانها واحد اهو. بعدين ايه؟ هنختصر تاني، يبقى هنا التي في الزد يبقى واحد في الزد بزد. طيب يبقى خلاص ده واحد مش مهم، يبقى هنا اي باور نيجاتيف 1. طيب ايه تاني اللي هيختلف؟ دول هنضرب القوسين في بعض، يبقى زد في زد في زد سكوير، و نيجاتيف واحد في نيجاتيف اي باور نيجاتيف تي باي باور نيجاتيف تي، والنيجاتيف اللي بره يبقى هتخليها نيجاتيف. تمام. نيجاتيف اهي في نيجاتيف هتطلع بوزيتيف، في النيجاتيف اللي بره يبقى هتطلع نيجاتيف. تمام. طيب بعدين احنا ضربنا دي في دي، ضربنا دي في دي، يبقى ناقص نضرب ايه؟ دي في دي، صح كده؟ طيب الاي هنا اي باور نيجاتيف تي، ويعني هنا هتبقى زد اهي، لما الزد تتضرب في الاي باور نيجاتيف تي يبقى نيجاتيف اي باور نيجاتيف تي. تمام. في هنا نيجاتيف. طيب ولما تيجي احنا ضربنا الزد هنا، ثانيه واحده، هنضربها عادي زد في زد بزد سكوير، بعدين زد في نيجاتيف اي باور نيجاتيف تي بنيجاتيف اي باور نيجاتيف تي في الزد. تمام. ونيجاتيف واحد في الزد يبقى بنيجاتيف زد. دي كده بتساوي ايه؟ بتساوي اللي هي نيجاتيف زد اللي هي جايه من نيجاتيف واحد في الزد بلس او ماينس ثانيه زد اي باور نيجاتيف تي في الزد. هتحسبوها هتطلع لكم دي عشان بس ما تلخبطوش دي. تمام. طيب وده هنفك القوس عادي، الاول سكوير يبقى زد سكوير، الثاني سكوير يبقى بلس واحد، والاول في الثاني في 2 يبقى نيجاتيف 2 زد. طيب والمقام هتفكوه برضه، الاول في الاول والاول في الثاني وهكذا. خلاص يبقى احنا جبنا الايكويشن بتاع الجي اوف زد. طيب بعد الاختصار هتطلع كده، بعد ما طبعا هنجمع كل زد مع كل زد، والزد سكوير مع الزد سكوير. هنا الزد سكوير هتطير مع الزد سكوير، بقى لنا مجموع شويه زدات. تمام. يبقى هيطلع لنا الناتج ده. طيب هل نسيبه كده؟ لا، احنا عايزين نجيب ايه؟ مش احنا اتفقنا ان احنا عايزين نجيب البولز والزيروز؟ يبقى لازم الزد ما يكونش قدامها حاجه، يبقى هناخد ده كده كومن فاكتور ونطلعه بره، هتبقى زد والرقم ده هنقسمه على ال 0.3 6 8، يبقى هيطلع لنا ايه؟ الرقم ده.
طيب تحت بقى هنشوف بالآلة فكتها ايه، نحلل بالآلة. تمام. طيب يبقى احنا كده جبنا خلاص البولز والزيروز. في اي مشكله لغايه دلوقتي؟ اي حاجه مش واضحه؟ طيب يبقى عندنا الزيرو عند السالب 0.71 اهي، وعندنا البول عند الواحد وعند ال 0.3679. تمام. دي كده انسوها، مكتوبه زياده. طيب اصبروا الرسمه دي هنرجع لها تاني بعد ما نخلص. يبقى احنا كده جبنا الزيروز والبولز. طيب يبقى الايكويشن بتاعتنا اهي، احنا عايزين نجيب البريك ان والبريك اوين بوينتس، دي الخطوه الثالثه. طب هنجيبها ازاي؟ يبقى احنا لازم نجيب الكي في طرف لوحدها. تمام. بس من انهي ايكويشن؟ اللي هي 1 زائد كي في البسط على المقام بتساوي صفر، او زي ما قلنا ان ده يبقى الكي بتساوي نيجاتيف بتساوي نيجاتيف المقام اللي هو البي على البسط اللي هو ال. تمام. يعني الكي هتساوي ده على ده، وما تنسوش الاشاره. تمام. طيب ده لما نيجي نفكه اللي هو اللي احنا كنا جبنا كان فوق اصلا الاول اللي هو كان ده بالظبط. تمام. فانت هتنزلوه زي ما هو في البسطه. طيب وده هتضرب عادي جوه، يبقى 0.368 في زد بلس الرقم ده. في اي مشكله؟ طيب هنعمل ايه؟ احنا عايزين نجيب البريك ان والبريك اوي بوينتس، يبقى لازم نشتق الدي كي على الدي زد. تمام. طيب ما نيجي نشتق دي، مشتقة دي المقام سكوير، يبقى المقام ده هننزله هنا سكوير. طيب مشتقة البسط في المقام زي ما هو. تمام. طيب المقام زي ما هو نزلته اهو، ده المقام اهو نزل. في مشتقة البسط 2 زد زائد دي، خلاص دي هتطير، ناقص ال 0.36 اهو، ناقص مشتقة المقام، مشتقة ده بايه؟ الرقم ده مضروب في الزد، يبقى الرقم ده هينزل في المقام زي ما هو. يبقى هناخد المقام ده كده وننزله كله زي ما هو هنا. تمام. في اي مشكله؟ طيب هنساوي الكلام ده بالصفر. لما نساوي الكلام ده بالصفر يبقى المقام ده ما بقاش ليه لازمه، عشان كده ما كتبناهوش. تمام. طيب هنا هنعمل ايه؟ هنفك كده نضرب الاقواس دي في بعضها. تمام. هيطلع معانا الايكويشن دي. طيب هتعمل ايه؟ هتجمع الزد مع السكوير مع زد سكوير، والزد مع الزد، والارقام الريل عادي مع الارقام نفسها. طيب يبقى طلعت لك الايكويشن دي، تقدر تجيب الزد تحلل على الآلة. طيب يبقى دي البريك ان والبريك اوي بوينتس. عايزين نتاكد ان هم فاليد، ان النقط دي موجوده صح يعني جوه السيستم بتاعنا. قال لك هتعمل ايه؟ قال لك ارجع لمعادله الكي. فين معادله الكي؟ مش دي معادله الكي اللي انتوا جبتوها؟ صح كده؟ مش انت جبت الزد؟ قال لك اطلع عوض باي زد فيهم، الزد دي مثلا عوض بيها هنا. تمام. مش دي معادله في زد بتساوي كي؟ بقى انت كده هيطلع لك رقم، طلع لك الرقم ده بقى لما تيجوا تعوضه هيطلع لك الرقم ده 2.39. ما دام الرقم اكبر من الزيرو وريل يبقى ايه؟ دي بريك ان او بريك اواي بوينت. خلاص عوضت بدي، عوض بدي، ولازم تعوض بالنقطتين، ولازم الكي تطلع لك بوزيتيف ريل نمبر، يبقى ايه؟ النقط دي فاليد معانا. طيب احنا كده خلصنا. خلصنا. تعالوا بقى نطلع نشوف الرسم. اول حاجه انتوا بترسموا اليونيتي سيركل. تمام. اللي هي نص قطرها بواحد. طيب وبعدين قال لك هترسم بقى ايه؟ البولز والزيروز اللي احنا جبناها. تعالوا ماشي. بقى احنا عندنا السيستم بتاعنا. فين السيستم بتاعنا؟ البولز والزيروز اللي جبناهم اهو. بقى عندك زيرو عند الواحد اهو، الواحد اهي. بقى عندك زيرو عند الواحد. ثانية. لا ثانية. عندك بول، قصدي بول عند الواحد اهو. تمام. وعندك بول عند ال 0.3 اهو.
وعندك زيرو عند السالب 0.719. تمام كده؟ طيب احنا قلنا في الكيس بتاعتنا السبيشال، لو احنا عندنا اهو في الكيس دي عشان تفتكروها والناس اللي لسه جايه، عندنا كيس سبيشال في رسم الروت لوكس. لو احنا عندنا عدد البولز بيساوي 2 والزيروز بيساوي 1، رسمة الروت لوكس بتاعتنا معروفة. يبقى احنا لو عندنا عدد البولز ب2 وعدد الزيروز ب1، رسمة الروت لوكس بتبقى ازاي؟ مثلا البول اهو وبول اهو والزيرو اهو. قال لك يبقى الرسمة بتاعتنا سيركل، دايرة، السنتر بتاعها هو الزيرو بتاعك، نقطة الزيرو مش الاوريجين، الزيرو بتاع السيستم. تمام؟ طيب والراديوس بتاع السيركل دي هو المسافة ما بين السنتر والبريك ان بوينت اللي هي دي، او السنتر والبريك اواي بوينت اللي هي دي. تمام؟ فاحنا رجعت لكم تاني. طيب يبقى احنا هنا عندنا نفس الكيس دي، عندنا 2 بول، واحد اهو واحد اهو، وعندنا زيرو. تمام؟ طيب بالنسبه للبريك ان والبريك اواي هتلاقي واحده عند ال 0.6، يبقى ثانيه البول ده احنا قلنا عند ال 0.3، يبقى احنا عندنا بريك اواي بوينت عند ال 0.6 تقريبا، كانت 6 كام؟ 648. تمام؟ هي مكتوبه اهي 0.648. يبقى دي البريك اواي بوينت. ليه بريك اواي؟ عشان هي ما بين 2 بولز، فالاتنين بولز هيعدوا على النقطه دي ويخرجوا لبره رايحين للزيروز، يبقى دي بريك اواي بوينت. طيب فين البريك اواي او البريك ان بوينت الثانيه؟ عند سالب 2.8. يبقى هنيجي هنا عند سالب اهي، ثانيه دي كده سالب 2.08. تمام يا شباب؟ طيب اعتبروا الدوائر مش مرسومه، يبقى احنا كل اللي عملناه ايه؟ حطينا البولز اهي والزيرو اهو. تمام؟ وحطينا البريك دي بريك اواي بوينت اللي احنا طلعناها وتاكدنا ان هي فاليد عند ال 0.648، وحطينا البريك ان بوينت عند النيجاتيف 2.08. تمام؟ اعتبروا ما فيش دوائر هنا. طيب قال لك في حاله ان عندك 2 بولز وواحد زيرو، قال لك تعمل ايه؟ قال لك بكل بساطه الروت لوكس دايره، السنتر بتاعها فين؟ الزيرو بتاع السيستم بتاعك. فين الزيرو بتاعنا؟ اهو، يبقى ده سنتر الدايره. تمام؟ طيب قال لك الراديوس المسافه ما بين سنتر الدايره و البريك ان بوينت او البريك اواي بوينت. اهي دي البريك ان بوينت والبريك اواي بوينت بس بول واحد زيرو بالظبط كده. تمام؟ يبقى انت كده جبت ايه؟ جبت المسافه دي هتطلع هي دي بالظبط، يبقى ده الراديوس. تفتح بقى المنقله او قصدي البرجل بالراديوس ده وترسم الدايره. سهله؟ في اي مشكله؟ ها؟ الراديوس من السنتر بتاعنا اللي هو البول اللي هو الزيرو قصدي. تمام؟ ولغايه البريك اواي بوينت او البريك ان بوينت، هو المسافه دي هتطلع اي ما بين اي بريك بوينت. لا 2 بول 1 0. تمام؟ 2 بول 1 0. سهله؟ في اي مشكله الروت لوكس ده؟ في اي حاجه؟ طيب ده هنا طبعا في حاله ايه؟ ده اللي انا كنت بقنعكم بيه من شويه، احنا عايزين نحل عند التي بتساوي 2 والتي بتساوي 4. تمام؟ هل ينفع بقى كل شويه؟ يعني دي كانت الايكويشن اللي انا قلت لكم اختصروها احسن. بص هنا انت هتختصرها نفس الاختصار اللي فوق، هتعمل نفس الخطوات، هتطلع معاك الشكل ده. ساعتها بقى ده خلاص مختصر، هتلاقي الزد مضروب في حاجه ودي ده الزيرو بتاعك وادي البول زي. شوف المعادله جاهزه، لما تيجي تعوض التي مره 2 مره 4 مره 5 خلاص انت هطلع لك الايكويشن على طول. يبقى هيطلع لك هنا رقم مضروب في الزد وهيطلع لك هنا
الزيرو هيطلع لك هنا البولز. فهمت الفكره؟ بس مره هتعوض بقى وتجيب عند الزد باتنين ونفس الخطوات، تجيب البولز وتجيب الزيروز، بعدين تجيب البريك ان والبريك اواي بوينتس وتفاليد ان هم صح، بعدين ترسم. تمام؟ في اي حد عنده مشكله؟ طيب السؤال الثاني، السؤال الثاني بقى هنعمل ايه؟ بيقول لك ديزاين ديجيتال كنترول. بقى احنا المره دي هنديزاين مش هنرسم الروت لوكس. such that the damping ratio مديك الزيتا بتاعه الدومينانت بول، الدومينانت هي الريكوايرد بول، بيساوي نص، يبقى الزيتا بتساوي نص، والنمبر اوف سامبلز بير سايكل، يبقى دي حاجه قلت لكم مهمه جدا لازم تكونوا عارفين المصطلح ده. ده بيساوي ايه؟ اوميجا اس على اوميجا دي. تمام؟ اوف دامبد ساينوسويدال اوسيليشن، هو مدي لك ان هي بتساوي 8. تمام؟ اسيوم ذا سامبلنج بيريود، مديك التي بواحد من 10 او هو مديلك مباشره. عايز برضو الكي في الستاتيك فيلوسيتي ايرور كونستنت. تمام؟ انا كاتب لك كل القوانين دي فوق. طيب يبقى احنا معانا السيستم ده، هو عايز معادله الكنترولر ده، يبقى دي مساله كومبنسيتور، وانت معاك ايه؟ زيرو اوردر هولدر ومعاك البلانت. طيب هنا معلش بقى انا كنت ناوي احط رسمه السؤال هنا بس ما جاتش عدوها لي. تمام؟ طيب فاحنا هنا ايه؟ احنا طبعا عايزين نجيب اول خطوه، تعالوا نمشيها خطوات، دي صفحه 9، تعالوا نمشيها خطوات. احنا قلنا اول خطوه لازم نجيب الاوبن لوب ترانسفير فانكشن اللي هي ايه؟ جي اتش اوف الزد. تمام؟ هو مديلنا اتش، لا هتبقى جي اوف الزد. تمام؟ طيب هنجيبها ازاي؟ خلاص جبناها كتير جدا. هنضرب الزيرو اوردر هولدر في البلانت بتاعنا وتجيب الزد ترانسفورم، يبقى دي جي اوف الزد. صعبه؟ طيب اهي الخطوات بتاعتها بالتفصيل اهي، بالبارشال فراكشن بكل حاجه، يعني مش محتاج اعيدها صح؟ طيب انت جبت عادي جي اوف زد اهي، كل ده اختصار عادي ماس، ونفس الفكره هتضرب ده جوه، هي بالظبط مفيش اي اختلاف. تمام؟ وهتختصر وتشيل بقى الزد سكوير مع زد سكوير، كل الاناليسيس دي معاكم. تمام؟ انت كده جبت الجي اوف الزد، خلاص زي اختصرتها خالص زي ما انا ما قلت لك. هتعمل ايه؟ قال لك تي بواحد من 10، يبقى عوض التي بواحد من 10، شوف طلعت لك الايكويشن على طول، مش هتختصر تاني. طيب يبقى انت كده جبت الجي اوف الزد، هتعمل ايه؟ زي ما قلت لك خلي الزد خليها لوحدها، يبقى هتاخد ده كومون فاكتور، يبقى ده كومون فاكتور هيطلع لنا الارقام دي. يبقى انت عندك ايه؟ ادي بول وبول وعندك زيرو بالظبط. طيب يبقى انت كده جبت البولز والزيروز. طيب هو قال لك ايه؟ النمبر اوف سامبلز لكل سايكل، مؤاخذه شباب دي سايكل. تمام؟ اللي هي بتساوي ايه؟ اوميجا اس على الاوميجا دي، هو مدالك بكام؟ بتساوي 8. طيب احنا تاني خطوه قلنا بقى، او تالت خطوه بعد ما نجيب الاوبن لوب بالس ترانسفير فانكشن ونجيب البولز والزيروز، هنعمل ايه؟ هنجيب الدومينانت بول او ريكوايرد بول. ازاي؟ ماجنتيود وانجل. ماجنتيود ليه قانون هتعوض بيه عادي في الاوميجا دي على الاوميجا اس، وهو مديلنا الاوميجا اس على الاوميجا دي، يبقى ايه؟ هي كانت ب 8 يبقى 1 على 8، وده عادي زيتا سالب 2 باي في زيتا على سكوير روت 1 ناقص زيتا سكوير. تعوض تعويض مباشر هيبقى يطلع لك الماجنتيود اهو. الانجل 2 باي في الاوميجا دي على الاوميجا اس، خلاص برضه هتطلع لك ربع باي اللي هي 45 درجه. تمام؟ طيب هنمسك بقى، هي المفروض بتساوي 0.6354 على زاويه 45. تمام؟ هتكتبها على الآلة، اكتب دي بالظبط على الآلة. هتقوم مدياك ايه؟ هتقوم مدياك ده، اكتب دي على الآلة وتدوس يساوي، هتديك اللي هو ايه؟ الريل والايماجينري كأرقام مش رقم مزاوي. تمام؟ طيب يبقى انت كده جبت ايه؟ ديزايرد بول. طيب بعدين هنعمل ايه؟ الخطوة اللي بعدها ماشيين خطوات هي ايه؟ فاي دي. فاي دي بتساوي 180 زائد زوايا مجموع زوايا الزيروز ناقص مجموع زوايا ايه؟ البولز. طيب يبقى هنرسم الرسم، هنحط فين البولز والزيروز بتاع السيستم بتاعنا هم. عندنا زيرو عند سالب 0.9 وبول عند الواحد وبول عند ال 0.9، يبقى ادي البول عند ال 0.9 والبول عند الواحد، وادي الزيرو اللي عند سالب 0.9. تمام؟
قال لك حط لي بقى البول بتاعك الجديد اللي انت عرفت المكان بتاعه ده، تمام؟ هتحطه، هيتحط هيبقى في المكان ده بالظبط. خلاص كده؟ طيب بقى احنا عايزين نجيب زوايا الزيروز. عندي كام زيرو؟ اهو 1. يبقى هقوم عامل ايه؟ موصل من البول بتاع الريكوايرد لغايه الزيرو اهو، واجيب الزاويه دي. طب الزاويه دي هجيبها ازاي؟ عارفين؟ لا ما قلنا بلاش نشتغل منقله وكده عشان مش تطلع بالظبط. يبقى احنا عندنا ايه؟ احنا معانا الاطوال. ازاي؟ انا عارف ان ده اللي هو الريكوايرد بول بتاعي، مش انا عارف انه على الاكس اكسس ب 0.4493، يبقى من هنا لهنا كام؟ 0.4493. طيب طب والحته دي اللي هو طول الزيرو صح؟ اللي هو نيجاتيف 0.9674. طيب يبقى المسافه دي كلها هجمعهم هما الاثنين. لا بوزيتيف طبعا، احنا يا جماعه المسافات بوزيتيف ها، هتجمع 0.4493 بلس 0.96. تمام؟ يبقى كده جبت المسافه دي كلها صح كده؟ صح ولا حد تاني؟ طيب والارتفاع ده، مش الارتفاع ده هو الجزء الايماجينري ده؟ يبقى برضه 0.4493. طيب انت عايز بقى تجيب ايه الطول ده؟ او لا قصدي عايز تجيب الزاويه. طول ايه؟ انت عايز تجيب الزاويه دي. مش انت معاك الطول ده والطول ده؟ خلاص يبقى الزاويه فاي زد 1 هتساوي دي المقابل وده المجاور. يبقى ايه؟ انا تان، يبقى تان انفرس المقابل اللي هو الرقم ده 0.4493 على ده كده كله. او انا كاتبها لكم هنا بالتفصيل اهي 0.4493 بلس 0.9674 بطلع لك 17 درجه. طيب يبقى خلاص جبنا ايه؟ زاويه الزيرو. طب بالنسبه لزوايا البولز هي نفس الخطوات بالظبط. انا عندي البول بتاع الريكوايرد اهو، انا عايز اجيب الزاويه دي بتاعت البول ده، فاقوم عامل ايه؟ نازل دي عادي جدا واقوم قافل المثلث كده. طيب هل انا معايا الطول ده من هنا لهنا؟ قال لك تقدر تجيبه بسهوله. ازاي؟ مش انا عارف الطول ده كله اللي هو بتاع البول ده ماينس منه بتاع البول ده، يبقى انا جيت جبت الطول اللي هي هتبقى 0.9048 فين؟ اهي ناقص الطول ده. طيب وعندي الطول ده خلاص عارفه اللي هو الايماجينري بتاع الريكوايرد بول. تمام يا شباب؟ طيب يبقى احنا كده عايزين نجيب الزاويه دي، يبقى احنا اللي هنعرف نجيبه الزاويه دي الاول. الزاويه دي بتساوي ايه؟ تان انفرس. تان انفرس المقابل ده، المقابل اهو على المجاور. المقابل ده اللي هو طوله ده، والمجاور اللي احنا لسه ماينسين دول من بعض صح كده؟ طيب يبقى احنا كده جبنا ايه؟ جبنا الزاويه اللي جوه دي. طب احنا عايزين الزاويه اللي بره، يبقى 180 ناقص. يبقى 180 ناقص. في حد ضايع في حاجه؟ طيب عايزين بقى نجيب زاويه البول ده كده. احنا بنجيب كل زوايا البولز والزيروز اللي عندنا، يبقى نفس فكره البول ده بالظبط. يبقى هنوصل من البول للبول وهننزل بده. نعم؟ معلش ثانية واحدة يا شباب. طيب فاحنا عايزين نجيب الزاوية دي، برضه هنقفل المثلث. طيب الطول ده تمام، احنا عارفين برضه ثانية عشان الرسمة تكون واضحة. احنا عارفين المسافة من هنا لهنا صح كده؟ واحنا عايزين الطول ده، وعارفين المسافة من هنا، قصدي من يعني المسافة دي كلها. واضح يا شباب معايا؟ مركزين؟ طيب انا عايز اجيب الطول بتاع ضلع المثلث ده. طيب انا معايا المسافة من الاول لغاية البول ده، معايا المسافة من هنا لغاية البول ده، يبقى اقوم طارح المسافة الكبيرة من المسافة الصغيرة اجيب الطول ده، وانا معايا الارتفاع ده يبقى بنفس الطريقة 180. يبقى انا عايز اجيب الزاوية دي، يبقى 180 ناقص تان انفرس ايه؟ المقابل على المجاور. خلاص انا جبت الطول ده ومعايا الطول ده اللي هو ده، يبقى خلاص يبقى دي زاوية البول التاني. حد عنده اي مشكلة؟
طيب يبقى احنا كده جبنا الزوايا. الزوايا بالطريقه دي هتطلع دقيقه 100% حتى لو رسمكم زي كده يعني. تمام. طيب مشكلتنا في الاخر في حاجه واحده، الزاويه اللي انا همشيها. يبقى مشكلتنا في الزاويه اللي انا همشيها اللي هي الفاي دي، وانا بجيب البول بتاع الكومبنسيتور دي لازم نقيسها بالمنقله، ولازم تكون كل الزيروز والبول اللي هنا محطوطين صح، محطوطين بالمسطره صح، والبول ده يكون برضو محطوط بالمسطره صح. تمام. طيب الفاي دي خلاص بعد ما جبنا الزوايا يبقى 180 زائد زاويه الزيروز ناقص زوايا البولز، يبقى هتطلع معانا سالب 78.83. طيب يبقى الكومبنسيتور لازم يعمل زاويه كام عكسها 78.83. طيب احنا قلنا اول خطوه بعد ما بنعرف الفاي دي بنشوف الفاي دي بوزيتيف ولا نيجاتيف. هنا نيجاتيف، يبقى ليد ولا لاج كومبنسيتور؟ يبقى لاج كومبنسيتور. ليد قصدي كومبنسيتور، يبقى ليد كومبنسيتور. معنى الليد يعني ايه؟ يعني الزيرو بعديه البول. تمام. طيب او الفاي اكبر من البيتا. طيب اول حاجه قلنا بنختار الزيرو. بنختار الزيرو على اساس ايه؟ اقرب بول للبول بتاعي. يبقى انا البول بتاعي اهو. تمام. مين اقرب بول؟ البول ده ولا البول ده؟ يبقى اكيد البول ده اقرب، صح كده؟ ده البول الجديد بتاع الكومبنسيتور، يعني كانه مش موجود اهو. دول البولز اللي عندي، يبقى البول ده اقرب. يبقى انا هقوم ايه؟ حاطط الزيرو بتاعي على البول ده، يبقى الاثنين هيلغوا بعض. طيب عشان احط البول بتاع الجديد بقى بتاع الكومبنسيتور، قال لك هنمشي زاويه فاي دي اللي هي بكام؟ بالمنقله 78 درجه. تمام. يبقى هتمشي 78 درجه يمين ولا شمال؟ قال لك على حسب ليد ولا لاج. ده ليد، يعني احنا حطينا الزيرو هنا، يبقى البول لازم يبقى شماله. يبقى انا همشي الزاويه كده. تمام. 78 بالمنقله مثلا جابت لي الخط ده كده، جاب لي ان البول فين؟ عند دي. هتقيسها بقى، تقيسها من الزيرو لغايه هنا، هيطلع لك 0.1554. تمام. يبقى انت كده خلاص عرفت الالفا وعرفت البيتا. في اي مشكله؟ يبقى انت كده خلصت نص الديزاين. ناقص بقى الايه؟ الكي بتجيبها ازاي؟ مش احنا قلنا ان هي كي دي في زد ناقص الفا على زد ناقص بيتا؟ قال لك الكي بتجيبها من الماجنتيود كونديشن. طيب الماجنتيود كونديشن فين؟ لازم تجيب بعد الكومبنسيشن ثانيه. واو انا كاتبها اهو. يبقى تو جيت الكي يوزنج الماجنتيود كونديشن 1 بلس الترانسفير فانكشن بتاعت الكنترولر اللي انت لسه جايبها في الجي اوف زد بتاعتك. طيب فاحنا بالتالي احنا جبنا خلاص الجي دي، ناقص بس فيه الكي، واحنا معانا الجي اوف زد. طيب يبقى هنضربهم في بعض. هتلاقي طبعا انت عندك في بول هيطير مع زيرو. تمام. ايه اللي هيطير؟ الزيرو بتاع الكومبنسيتور. مش احنا ايه دي ايكويشن الكومبنسيتور؟ مش احنا طيرنا الزيرو بتاعه مع بول من السيستم بتاعنا؟ يبقى ده وش هيطير مع ايه؟ مع ده. دول هتلاقيهم في الايكويشن لازم يطير، عشان ده اللي انت عملته حرفيا. طيب وتعوض بقى عادي. يبقى القوس ده هينزل هنا، وده كان مضروب في زد ناقص 1، واللي فوق هينزله زي ما هو. تمام. طيب قال لك بقى ايه؟ فين الكي اهي، وعندك رقم مضروب بره، يبقى خلي الرقمين مضروبين في بعض. خلاص نمسح الحاجات اللي احنا طيرناها، فدي هتبقى دي ايكويشن البلانت مضروبه في الكنترولر بتاعك. طيب قال لك الماجنتيود كونديشن احنا عارفين 1 زائد الجي دي اوف الزد في الجي اوف الزد بتساوي 0. اودي الواحد الناحيه الثانيه واجيب الماجنتيود. تمام. يبقى ماجنتيود الجي دي اوف الزد في الجي اوف الزد بتساوي 1. هعوض بقى انهي نقطه؟ النقطه بتاعت الريكوايرد او الدومينانت بول بتاعي. تمام. عند الزد بتساوي 0.4493 وبلس جي 0.4493. تمام كده؟ في اي مشكله؟ طيب فلما تيجي تعوض هتعوض في الايكويشن دي اهي. طيب يبقى عادي ال 0.00483 كي نزلت اهي. طيب ودي يبقى انا عايز اجيب الماجنتيود بتاع دي.
وعايز اجيب الماجنتيود بتاع دي والماجنتيود بتاع دي، لما اعوض بالزد بالرقم ده. يبقى تعالوا نشتغل واحده واحده. تعالوا نجيب ماجنتيود دي. طيب هنيجي نعوض بالزد بتاعتنا بدي، يبقى هيطلع معانا الناتج ده. الايماجينري هينزل زي ما هو عشان كل اللي انا عملته ان انا جمعت الريل. تمام، يبقى حصل مجموع الريل اهو والايماجينري اهو. عايز اجيب بقى الماجنتيود، يبقى الريل سكوير اهو بلس الايماجينري سكوير الكل تحت الجذر، هتطلع لنا الطول ده. طبعا برضو في البي دي اف كان في غلطه واخر صفحه ما جاتش في السؤال ده، هفتحها من هنا. طيب ماجنتيود الزد ناقص واحد. تمام، يبقى احنا برضه هنعوض بالنقطة، هنعوض شيل الزد ونحط مكانها ال 0.4493. تمام، ناقص واحد، يبقى هطلع لنا بناقص 0.55 والجي هتنزل زي ما هي. نجيب الماجنتيود يبقى الريل سكوير بلس الايماجينري سكوير الكل تحت سكوير روت، وهكذا. هنجيب ماجنتيود دي. طيب بعد ما جبنا الماجنتيودز هنعمل ايه؟ هنيجي بقى نعوض بكل قيمة ماجنتيود في مكانه. يبقى ده هيبقى رقم على رقم في رقم، صح كده؟ اهو. يبقى عوضت بالماجنتيود الاولاني والثاني والثالث اهو. وطبعا ما ننساش ان ده كان مضروب فيهم. يبقى انا عايز اجيب الكي، يبقى هضرب كل دول في بعض واشقلبهم من الناحية الثانية. يبقى الكي طلعت معايا بكام؟ ب 53. صعبة؟ يبقى احنا كده جبنا الكي. يبقى معادلة الكنترولر بتاعنا هتحط الكي اهي، وتحط خلاص انت عرفت الالفا والبيتا. يبقى احنا كده خلصنا الديزاين. هو في الاخر قال يرخم وقال لك هات لي الفيلوسيتي ايرور كونستنت اللي هو الكي في. كي في كاتب لكم الايكويشن بتاعته 1 ليميت زد تقول للواحد 1 ناقص زد باور نيجاتيف 1 على التي في الجي دي اوف الزد في الجي اتش اوف الزد. يبقى انت كل اللي هتعمله تعويض مباشر. دي بتساوي ايه؟ اللي هو 1 ناقص زد باور نيجاتيف 1، هي زد ناقص 1 على الزد. طيب هتلاقي ان الزد ناقص 1 بتطير مع زد ناقص 1 دي. تمام؟ تمام. طيب هتعوض بقى ايه؟ الزد بواحد بس، بكل بساطة تشيل كل زد تحط مكانها واحد هتطلع لك الكي في بس، وتعوض بقى بالكي في بتاعك ايه، او تقول له ان الكي في بتاعك ايه. ودي الايكويشن الكاملة بتاعت الكنترولر مضروب في الايكويشن بتاعك. حد دلوقتي هنا عنده مشكلة؟ نخش في السؤال اللي بعده. طب في سؤال رقم 3 اساينمنت عليكم. كان نقول بسم الله. هنا عايز فكرة بقى مختلفة شوية، بيقول لك عايز يديزاين بي دي كنترولر، بروبوشنال ديريفاتيف كنترولر، ده بي دي. تمام؟ فور ذا بلانيت هوست ترانسفير فانكشن بتاع البلانيت 1 على الاس سكوير. بيقول لك الديزايرد دامبنج ريشيو الايتا بتساوي ايه؟ نص، والاندامبد فريكوانسي اللي هي اوميجا دي الاوميجا ان قصدي ب4، والسامبلنج بيريود التي ب1/10. after the controller is designed determine the number of samples per cycle of damped sinusoidal signal. عايز الاوميجا اس على الاوميجا دي. ماشي؟ طيب احنا اول حاجه كالعاده الجي هنجيب الجي وفي الزد. تمام؟ طيب دي خلاص عرفنا بتتحول ازاي، مضروبه في 1 على الاس سكوير، الاس هتروح هنا يبقى 1 على الاس كيو. تمام؟ دي تحويلتها ان هي زد ناقص 1 على الزد مضروبه في طبعا 1 على الاس كيو. لما نيجي نجيب لها الزد ترانسفورم هتطلع بالشكل ده من الجدول، تي سكوير زد في زد ناقص 1 على الزد ناقص 1 الكل كيو. طيب دي مضروبه في ايه؟ شباب دي غلطه، ها؟ المفروض تقلب الاثنين، يعني زد ناقص 1 الكل كيو. ماشي؟ دي غلط. طيب لما تيجي تضرب دي هنا يبقى الزد ناقص 1 هتطير مع زد ناقص 1 من 3، يبقى لنا 2 دي سكوير، والزد دي هتطير مع زد اللي فوق دي. تمام؟ يبقى هيتبقى لنا ايه؟ يبقى هيتبقى لنا ده كده سكوير، هيتبقى لنا الشكل ده. التي عندك قال لك ان هي 1/10 سكوير على الاثنين هتديه 5 من 1000. ما 1/10 سكوير اللي هي 1 من 100 على الاثنين يبقى 5 من 1000. تمام؟ طيب الكنترولر بقى، معادله الكنترولر اللي هي البي دي
يبقى قلنا الكي بي بلس كي دي في 1 ناقص زد باور نيجاتيف 1. طيب عايزين نخليها شكل زيروز وبولز عشان نعرف نجيب الايكويشن بتاعتها. طيب يبقى هنخليها ازاي؟ قال لك دي فكها اللي هي 1 ناقص زد باور نيجاتيف 1، يبقى 1 ناقص 1 على الزد. طيب من 1 مقامات يبقى دي كأنها 1، واضرب الزد هنا يبقى زد تحت 1 في زد بزد، سالب 1 في 1 بسالب 1، يبقى ايه؟ زد ناقص 1 على الزد أو أضرب في واحد على الزد بس. على طول اي حاجه. لا ما انت ما ينفعش تضرب في 1 على الزد لا أضرب ماشي. عشان دي معادله، هتضرب هنا يبقى هتضرب هنا وهتضرب هنا، فانت الاحسن اختصارها كده. تمام. طيب لو ضربت في ده في كلها هيبقى واحد كده في حاجة معينة يعني. تاني كده. يعني لو ضربت المسألة كلها زد على زد، اللي معاه زد على زد هيبقى واحد. اه مش مشكلة. دي عند اللي أنت عايزها بس. انت هتضرب زد على زد. بالظبط. ماشي عادي تمام، دي تمام ماشي. يبقى انت عندك كي بي بلس الكي دي في دي، تمام كده. طيب هنعمل ايه؟ 1 مقامات، يبقى الزد هتتضرب دي مقامها 1 يبقى هتبقى زد، كي بي في زد يبقى كي بي في الزد ده، بعدين كي دي في زد ناقص 1 في 1 يبقى كي دي في زد ناقص 1 في 1 اهي، كي دي في زد ناقص 1 هتساوي ايه؟ كي دي زد ناقص الكي دي اهي، كي دي زد ناقص الكي دي. ماشي، عرفتوا جت منين؟ طيب يبقى هتطلع لنا ايه؟ هتطلع لنا الشكل ده. لا اسف احنا كنا هنا. طيب الشكل ده بقى هيطلع لنا ازاي؟ عشان ممكن ما تعرفوش تعملوه لوحدكم، اي حاجه الاقيها فيها ممكن تبقى صعبه اقول لكم تعملوها ازاي. طيب احنا عايزين ايه؟ عايزين نخلي الزد تبقى لوحدها، تمام؟ طيب لو خدت هنا الزد كومن فاكتور يبقى الزد مضروبه في كي بي بلس الكي دي، الكلام ده ناقص الكي دي. طيب هل هي تنفع كده؟ لا، هي المفروض تبقى زد ناقص او سالب حاجه، صح كده؟ عشان يبقى بول او زيرو. لا مش هتنفع كده، الزد مضروبه في حاجه، فانت عايز بقى تاخد الحاجه دي كومن فاكتور، فانت هتاخد الكي بي بلس كي دي كومن فاكتور اهي. لما اخدها كومن فاكتور من هنا قال لك يبقى هتطير اهي على الكي بي ناقص الكي دي، يبقى دي هتطير مع دي. طب ودي هقسم برضو على الكي بي ناقص الكي دي، يبقى بقى لي ايه؟ كي دي على الكي بي ناقص الكي دي. فمفهومه؟ عرفتوا جت منين؟ طيب والزد اللي في المقام هتنزل زي ما هي. يبقى قدرنا نوصل للشكل اللي احنا عايزينه ولا لا؟ يبقى قدرنا نوصل للشكل اللي احنا عايزينه. طيب يبقى احنا هنا بقى هنضرب الجي دي في الجي اوف زد عشان نجيب كده الاوفر اول اوبن لوب بالس ترانسفير فانكشن، تمام؟ يبقى هتضرب دي كده اللي طلعت معاك في ايه؟ هتضربها في اهي دي، يبقى هتطلع معاك هي دي بالظبط، تمام كده؟ طيب عايزين بقى نجيب الديزايرد بول. هو كان مدينا الزيتا بنص ومدينا الاوميجا ان بكذا، يبقى احنا اول حاجه مش احنا قلنا في قانون ثانيه في قانون الماجنتيود عايزين الاوميجا دي على الاوميجا اس، هل احنا معانا الاوميجا دي؟ لا، يبقى نجيبها. الاوميجا دي بتساوي ايه؟ اوميجا ان سكوير روت 1 ناقص زيتا سكوير، يبقى احنا جبناها. طيب هل احنا معانا الاوميجا اس؟ لا، هو مدينا السامبلنج تايم، يبقى الاوميجا اس السامبلنج فريكونسي 2 باي على التي، يبقى برضو جبناها. يبقى قدرنا نجيب الاوميجا دي الاوميجا اس على الاوميجا دي، يبقى خلاص جبنا الماجنتيود اهو، والانجل تعويض مباشر برضو 19 درجه، تمام؟ اللي هو برضو لما نيجي نحط الدومينانت بول اهو، لما نيجي نحطها على الاله هتدينا الرقم ده بالظبط. طيب احنا كده خلاص عرفنا مكان الدومينانت بول، وبرضو دي غلط يا شباب، هي زد ناقص 1 الكل سكوير ها. طيب يبقى احنا كده خلاص جبنا الايكويشن الكامله دي. نقدر بقى نعمل ايه دلوقتي؟ نجيب البولز والزيروز. بقى احنا عندنا 3 بولز، عند الزد بزيرو واثنين عند الزد بتساوي واحد عند زد بزيرو واثنين عند زد بتساوي 1 اهي، دبل بول عند الزد بتساوي 1 وبول عند الزد بتساوي 0. طب والزيرو عند السالب 1، تمام كده؟ طيب هنقوم ايه؟ حاطين البولز والزيروز بتوعنا، يبقى احنا عندنا 2 بول هنا وعندنا البول الثاني هنا، لا اسف البول الثاني عند الزيرو هنا.
نركز بس على اللي انا بحطهم، والزيرو هنا. يبقى الزيرو والبول الاول اهو قلت لكم 1 والبول الثاني اهو 2. تمام؟ طيب يبقى احنا عايزين نجيب ايه؟ الفاي دي، صح كده؟ او ثانية واحدة. يبقى احنا عايزين نجيب الفاي دي. تمام؟ طيب بنجيب الفاي دي ازاي؟ زي فوق بالظبط، هنوصل البول بتاعنا الديزاير، ده الديزايرد بول اهو اللي احنا لسه جايبينه عند ال 0.77 بلس 0.278 جي. ماشي؟ هنوصله بكل بول عندنا وكل زيرو. يبقى اهو وصلته الثلاثة بولز، 2 هنا وواحد هنا والزيرو اهو. تمام؟ ونجيب الزاوية دي والزاوية دي والزاوية دي، صح كده؟ طيب اجيبهم ولا سهلة خلاص عرفتوها؟ شيفت تاني على طول، مقابل على موجب. طيب في زاويه بره تبقى 180 ناقص شيفت تاني. طيب هنا بس لازم تركزوا في حاجة، هنا كان عندكم 2 بول عند ايه؟ عند الواحد، يبقى انت هتجيب زاوية واحدة وتضربها في 2. فهمتوا الفكرة؟ انت كان عندك 2 بول عند الواحد، فانت هتجيب خلاص، ما هي دي هي زاوية ده وهو ده، فانت جبت السيتا واحد دي اضربها في 2 في الفاي دي. زد ماينس 1 سكوير وعندك زد، يبقى انت عندك 2 بول عند الواحد وعندك بول عند الزيرو، 2 بول فوق بعض في نفس المكان. ايه؟ لا مش هتبقى سهل. هو هنا ما قالكش ارسم الروت لوكس، هو هنا بيقول لك عايز عادي. ما هو هنا اوت اوف سكوب، يعني مش الدكتور ما شرحهاش. هل شرحها في المحاضرة؟ طيب جبنا الفاي دي. تمام؟ طبعا كالعادة الالفا بناخدها ايه؟ الالفا؟ لا قبل الالفا بقى. احنا الزاوية بتاعتنا الفاي دي بنيجاتيف 90.1. تمام؟ وقال لك بي دي كنترول. تمام؟ طيب احنا عندنا اول حاجة، مش احنا جبنا، عشان دي حاجة انتم ما لاحظتوهاش، مش احنا جبنا الجي دي وفي الزد فين؟ ثانية واحدة. نقول لحظة واحدة. طيب احنا هنشوف زي ما قلت لكم صح الالفا اقرب زيرو فين. طيب احنا عندنا هنا لو نزلنا كده، تمام، المكان بتاع الدومينانت بول عند نقطة كام؟ 0.77. طيب انت هنا قال لك ان ده بي دي كنترولر، بي دي ده ليد ولا لاج؟ بي دي كنترولر، بي دي ده ليد ولا لاج؟ ده ليد. يبقى البي دي ده ليد. 0.7 ودي 1 واحنا ايه؟ ملاحظة ليد يعني لازم الزيرو يكون قبل ايه؟ لازم الزيرو يكون قبل البول. طيب احنا عايزين احنا كنا وصلنا لمعادلة الجي دي اهي، تمام؟ دي معادلة الكنترولر بتاعنا. هتلاحظ هنا حاجة، مش هينفع نمشي بالالفا والبيتا. ليه؟ لان هو هنا البول اصلا بتاع الكنترولر بكام؟ بزيرو، ما هو اصلا اداك مكان البول.
تمام. فانت غصب عنك هتحط البول هنا، تمام. وقال لك ان ده ليد كومبنسيتور، يبقى انت خلاص هنا اهو من البول الدومينانت عارف ان ده البول، صح كده؟ يبقى الزيرو بتاعك لازم يكون قبل البول، صح كده؟ وانت معاك الفاي دي، فهتمشي بقى الفاي دي كده سالب 90.1 درجه. فهمتوا الفكره؟ فمثلا هو قال لك ان هي ده هيبقى مكانها، تمام. ده هيبقى مكانها، ده البول، ده الزيرو بتاعك. يبقى انت كده خلاص جبت الزيرو مكان الزيرو وتقيسه بالمسطره، عرفته بكام، تمام. وانت معاك البول بزيرو، بالتالي مش انت عرفت مكان الزيرو، صح؟ عرفت مكان الزيرو قسته. طيب مش الزيرو المفروض بيساوي نيجاتيف الحته دي كده، صح كده؟ وانت معاك الكي بي والكي دي وانت عايز تجيبه، فهتقول له بما ان الزيرو عند النقطه دي بعد ما تقيسها، يبقى اذا الجزئيه دي الترم ده كي دي على الكي بي بلس الكي دي بتساوي الرقم ده، تمام. اللي هو ده بيساوي مكان ايه؟ مكان الزيرو. يبقى احنا كده جبنا ايكويشن في اتنين فاريبل، كي دي والكي بي. مفهومه الحته دي؟ طيب قال لك انا كده مش عارف اجيب الكي بي والكي دي. طيب قال لك مش انت عندك الايكويشن برضو كان فيها كي بي بلس كي دي بره؟ طب ما تيجي نجيب ايه؟ احنا عايزين نجيب ايكويشن ثانيه. تعال نجيب ايكويشن للكي جين اللي هو الماجنتيود كونديشن، صح؟ يبقى هنجيب الماجنتيود كونديشن للجي اوف جي دي اوف الزد في الجي اوف الزد. طيب بيساوي 1. لما تيجي تجيبه وتعوض بالزد عندك بالنقطه بتاعتك اللي هي الدومينانت بول، هتطلع لك ايكويشن في الكي بي والكي دي ورقم، تمام. لما تيجي بقى تجيب الماجنتيود للكلام ده كله هيطلع لك رقم في رقم على رقم، تمام، مضروب في الرقم ده، هتوديهم الناحيه الثانيه، صح كده؟ يبقى انت كده جبت ايه؟ ايكويشن ثانيه كي بي وكي دي اهي، وانت كان معاك ايكويشن اولانيه اهي، وانت معاك اتنين ايكويشن في اتنين فاريبل، تعرف تجيبهم ولا لا؟ بس يبقى انت كده جبت الكي دي وجبت الكي بي، وانت كده لما جبت الايكويشن بتاعه الكنترولر كان معاك الزيرو بايه؟ بصفر، وانت جبت مكان البول. يبقى انت كده عملت ديزاين ولا لا؟ سهله؟ فهمتوا فكره السؤال ده؟ هو فكرته مختلفه شويه. فهمتوا لو هو ده كنترولر ما بتمشيش بقى بالفا وبيتا، بتشوف يمكن طلع لك زيرو او بول، يبقى انت بتحطه والتاني بقى بتمشي الفاي دي. فهمتوا الفكره؟ في عندكم اي مشكله؟ في اي سؤال؟ ماشي يا شباب.